السلام عليكم. أنا اسمي أحمد وأنتوا بتسمعوا بودكاست قصص ميز. Fort Buckets from second level. Go ahead with the first deal. Edward 182-2949 lost of DS. أهلا بيكم في الحلقة رقم 8 من الموسم الرابع من قصص ميز. حلقتنا النهاردة فيها أحداث مرعبة، واسم الحلقة مزرعة الأشجار. ومن غير ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. في سنة 2006 إيفن كان عنده 14 سنة وعايش مع أهله في مزرعة في كارولينا الشمالية، ولكن مزرعتهم دي ما كانتش مزرعة معتادة وفيها حيوانات وتواجن، بل كانت مزرعة لأشجار الصنوبر. عيلة إيفن كانوا بيزرعوا الأشجار دي ويبيعوها، وفي وسط المزرعة كان في البيت الرئيسي بتاعهم واللي العيلة كانوا بيسكنوه. والبيت كان محاط بأشجار الصنوبر على مساحة 2 كيلومتر مربع، وكل الأشجار كانوا مزروعين في صفوف، وما كانش فيه أي جيران قريبين منهم. وكان الطريق اللي بيوصل البيت هو طريق ترابي طويل ممدود في وسط الأشجار، وكان متحاوط من الجنبين بأشجار الصنوبر. البيت الرئيسي كان مكون من دورين وكان مبني على تل، وده اللي خلى مقدمة البيت تكون مبنية على عواميد خشبية بسبب زاوية التل. وكان الدور الأول مرتفع عن الأرض بسبب العواميد دي، وكانت واجهة البيت عبارة عن مجموعة من الشبابيك الضخمة، وده اللي خلى أي حد في البيت يكون قادر إنه يشوف أي حد على الطريق اللي قدام البيت بسهولة. وكانت غرفة المعيشة موجودة في مقدمة البيت في الدور الأول، وكان الجزء الأمامي منها متكون من شباك ضخم بيبص على المزرعة. وبسبب ارتفاع الجزء ده من البيت عن الأرض، فكان أي حد عايز يبص على الأرض تحت الشباك كان لازم يبص من الشباك لتحت بزاوية. العيلة كانوا دايما بيحاولوا يبعدوا عن غرفة المعيشة، وده بسبب إن الشباك واللي كان واخد جنب كامل من الغرفة كان بيخلي أي حد بره البيت يقدر يبص عليهم وهم في غرفة المعيشة، وده اللي كان دايما بيخليهم يحسوا إن هم مكشوفين لما يكونوا في الأوضة دي، وخصوصا بالليل. ولما إيفان كان بيكون في غرفة المعيشة كان ساعات بيلمح من الشباك حيوانات بتعدي بين أشجار الصنوبر، وده اللي كان بيخليه يحس إنه في فيلم رعب. وفي الشتاء من نفس السنة ابن عم إيفان جه في زيارة للمزرعة، وكان هيفضل لفترة مع العيلة. ولأن البيت ما كانش فيه غرفة للضيوف فقرروا إن هو وإيفان هيناموا في غرفة المعيشة، واللي كان فيها كنبتين، واحدة هينام عليها إيفان واللي كانت محطوطة تحت الشباك الضخم اللي في الأوضة، والتانية كانت قدامها عند الناحية التانية من الحيطة. إيفان ما كانش متحمس أوي لفكرة النوم في الأوضة دي، ولكنه كان مضطر. وفي أول ليلة ليهم في غرفة المعيشة قرروا هما الاتنين إنهم يغطوا الشباك عشان يمنعوا ضوء الشمس إنه يدخل، وكمان علشان يحسوا بالأمان ومحدش يقدر يشوفهم من برا البيت. ولكن لما حطوا الغطا كان مغطي حوالي 70% بس من الشباك، وكان في جزئين على كل ناحية مش متغطيين. وبعد فترة من اللعب والهزار الولدين ناموا. Куда летишь, да кукушечка, ку-ку? Куда летишь, да ты серая, ку-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 ку? ولكن بعد فترة قصيرة صحيوا على صوت الكلاب بتاعت العيلة وهم بينبحوا بره البيت عند الأشجار. إيفان كان متعود إن هم بيعملوا كده كل يوم، وده لأن العيلة كانوا متعودين يسيبوا الكلاب بره طول الليل، وقال إن هم أكيد بيطاردوا أي حيوان في المزرعة وهيبطلوا بعد شوية. ولكن الكلاب فضلوا ينبحوا لفترة طويلة، وده اللي خلى ابن عم إيفان يقوم من على الكنبة ويروح عند الجزء المفتوح من الشباك ويبص منه. إيفان كان صاحي ولكنه كان على الكنبة بتاعته، وكان باصص على ابن عمه لما لاحظ إن ملامحه اتغيرت، وكان بيحاول يبص على حاجة من الشباك وكان مستغرب. إيفان سأله عن اللي بيبص عليه،
وابن عمه قال له إنه شاكك إنه شاف حد عند الشجر. هنا إيفان قام بسرعة وراح جنبه وبدأ يحاول يبص من الشباك. في الليلة دي القمر كان بدر، وكان التلج مغطي الأرض بره البيت، والتلج كان عاكس ضوء القمر. ولما إيفان بص على صفوف الأشجار فجأة لاحظ رجل حد بتطلع من ورا واحدة من الأشجار. إيفان استغرب وما كانش عارف ليه ممكن يكون في حد في المكان ده وفي الوقت ده من الليل، وبدأ يخاف، ولكنه فضل باصص. وبعد شوية باقي الشخص ده طلع من ورا الشجرة، وكان شخص ضخم. إيفان سأل ابن عمه لو هو كمان شايف نفس الحاجة، وابن عمه كان مرعوب وقال له وفضلوا هما الاتنين باصين على الشخص ده واللي ملامحه ما كانتش واضحة بالنسبة لهم، وبدأوا يلاحظوا إن في رجل حد تاني ظهرت عند صف تاني ورا شجرة تانية من الأشجار، وبالراحة ظهر شخص تاني. الأولاد بدأوا يلاحظوا إن الشخصين دول بدأوا يتجهوا بهدوء ناحية البيت. الولدين بصوا لبعض وكانوا مرعوبين ومش عارفين يعملوا إيه، ولما رجعوا بصوا تاني على الشخصين لاحظوا إن هم قربوا من البيت بشكل مفاجئ، وما كانوش عارفين هم إزاي قطعوا المسافة دي بسرعة. ولكن حتى قبل ما يلاقوا إجابة على سؤالهم الشخصين دول بصوا عليهم وشافوهم، وفجأة بدأوا يجروا في اتجاههم. إيفان وقع على الأرض وبسرعة قام وجري هو وابن عمه وراحوا قفلوا كل الأبواب والشبابيك اللي في البيت، وإيفان بدأ يصرخ على والده اللي كان نايم في الدور التاني. إيفان وابن عمه قفلوا الأبواب وكانوا مرعوبين إن ممكن الشخصين اللي بره يدخلوا البيت. وفي نفس الوقت ده والد إيفان نزل من فوق وكان ماسك البندقية بتاعته وسأل إيفان عن اللي بيحصل، وبسرعة الأولاد قالوا له إن في ناس بره البيت. الأب خرج بسرعة من باب البيت وبدأ يزعق ويقول إنه معاه سلاح وإن لو في أي حد قرب من البيت هيضربه بالنار، ولكن ما كانش في رد على كلامه. فبدأ الأب يلف حوالين البيت عشان يشوف لو في أي حاجة. في نفس الوقت ده إيفان وابن عمه كانوا في غرفة المعيشة وبصين من الشباك، ولكنهم ما كانوش شايفين حد. وبعد شوية الأب دخل البيت وقال لهم إنه ملقاش حد بره، وقال لهم يخلوا بالهم ويفضلوا باصين من الشباك ولو شافوا حاجة يبلغوه. إيفان لما كبر بعد كده قال إن هما كان المفروض يكلموا الشرطة، ولكن من طبيعة عيلته إن هما كانوا بيحلوا مشاكلهم بنفسهم، وده كان السبب إن والده كان مستعد يواجه الناس دي وما يتصلش بالشرطة. وفعلا إيفان وابن عمه فضلوا باصين من الشباك ومنتظرين إن الأشخاص دول يظهروا من ورا أي واحدة من الأشجار، ولكن عدى أكتر من 10 دقايق ومفيش حاجة حصلت. وهما الاتنين قالوا إن أكيد الناس دي هربوا بعد ما والد إيفان خرج وزعق، وبعد فترة هما الاتنين ناموا. في اليوم اللي بعده أول ما صحيوا إيفان وابن عمه قرروا يخرجوا من البيت ويروحوا عند المكان اللي شافوا فيه الأشخاص دول بالليل عشان يتأكدوا لو في آثار أقدام في التلج فعلا ولا إنهم كانوا بيتهيألهم وإن ده محصلش. ولكنهم لما وصلوا لقوا آثار أقدام حوالين الشجر، ولاحظوا إن هم آثار أقدام شخصين، ولكن المرعب كان إن الآثار دي مكملة لحد البيت. وكان من الواضح من الآثار إن الشخصين وقفوا تحت الشباك بتاع غرفة المعيشة عند العواميد الخشبية اللي في مقدمة البيت، وده اللي خلى إيفان وابن عمه ما يقدروش يشوفوهم. وكان من الواضح إن هما الاتنين بعد ما ناموا إن الشخصين دول كانوا واقفين تحت الشباك، وغالبا حاولوا يتسلقوا العواميد الخشب دي وحاولوا يبصوا عليهم من الأماكن اللي ما كانتش متغطية من الشباك. ولما والد إيفان شاف آثار الأقدام خد البندقية بتاعته وتتبعهم عشان يشوف وصلوا لفين، ولكن الآثار كانت بتلف حوالين البيت وبعد كده اختفت، وده لأن التلج كان مغطي الأرض بشكل كامل، وده اللي خلى والد إيفان ما يعرفش يتبعهم أكتر من كده. بعد الليلة الغريبة دي ابن عم إيفان ما راحش تاني لمزرعة الأشجار.
وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. فلو عجبتكم ما تنسوش تعملوا فولو وريت البودكاست اللي هتلاقوه على أبل بودكاست، سبوتيفاي، وأي مكان تاني بتسمعوا فيه بودكاست. وحابب أفكر أي حد عايز يدعم البودكاست ماديا إن لينك الدعم في وصف الحلقة. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. سلام.